سلام سلام، مرحبا بكم بنات في فيديو جديد على قناتكم وصفات ناجحة مع تسنيم. طليت عليكم بوصفة جديدة اللي هي نقاش نتاع التمر. وصفة هايلة راح تعتمدوها للمشاريع نتاعكم ولا في العيد ان شاء الله. جاي العيد طلبتوا مني وصفات بدون شوكولا، راح نحاول نرضي كامل الاذواق وندير تنويع، مرة حلويات تاع الورشات يعني وتاع المشاريع، ومره حلويات هكا لربات البيوت اللي يصلحوا ديروهم في العيد بدون شوكولا باذن الله. قلت لكم اليوم راح نديروا مقادير مضبوطه نتاع 30 حبه النقاش نتاع التمر. وصفه هايله تذوب في اليد. ان شاء الله يعجبكم الفيديو تاع اليوم. ما تنساوش تشجعوني وتدعموني، ديروا لي جيم للفيديو فضلا وليس امرا. وانت اللي دخلتي جديده القناه ماذا بك ديري لي جيم هكا تشجعيني وتدعميني اكثر واكثر. راح نخلي لكم رابط الانستغرام في صندوق الوصف مع المقادير المضبوطه للوصفه تاع اليوم، ونروحوا نشوفوا حبيباتي محتوى الفيديو تاعنا. نبداو اول حاجه بالعجينه. عندي هنا الميزان، راح نعطيكم المقادير بالميزان. نحط البول اللي راح نكيل فيه. جبت الفارينه سيم، من المستحسن انكم تخدموا بالفارينه سيم الحلويات نتاعكم التقليديه. عندي هنا 500 غرام نتاع فارينه. الكميه اللي راح نديرها في الفيديو تاع اليوم راح تخرج لي كيلو نتاع النقاش من 30 حتى ل 32 حبه. راح نخلي لكم كلش مكتوب في صندوق الوصف. عندي 500 غرام نتاع الفارينه كما راكم تشوفوا. نعاود نرجع الميزان تاعي للصفر ونكمل نكيل كامل مقادير الجافه مع بعضها. عندي ملعقه كبيره نتاع الفاني، وعندي هنا السكر الناعم. في كل 500 غرام نتاع فارينه راح نحط لها 100 غرام نتاع سكر ناعم. انا درت المرجان، نتوما ديروا باي نوعيه يعني مولفين تخدموا بها. هذه هي. هنا عندي ملعقه كبيره نتاع اللحظه، وعندي قرصه نتاع الملح، ملعقه كبيره نتاع حليب مجفف، وقرصه نتاع الملح. كامل الحلويات التقليديه حطوا لهم قرصه نتاع الملح. نجيب هنا يعني القصعه اللي راح نخلط فيها ولا اللي راح نعجن فيها. نجيب الغربال وننخل كامل مكونات الجافه. ما نوصيكمش الحلوجيات عندكم ديما في الصيف الفارينه المكونات الجافه نتاعكم كامل تنخلوهم. نروح نكيل لي دام نتاعي. عندي هنا في 500 غرام نتاع الفارينه نحط 250 غرام تاع ليدام، مزيج بين الزبده ولا المارغرين والسمن. هنا السمن والمارغرين تاعي يكونوا ذايبين يعني سايحين، ماوش تذوبهم فوق النار، يكونوا غير هكا مع السخانه. خليهم شويه خارج الثلاجه غير يوليو يطلقوا ارواحهم. كيما راكم تشوفوا نص 125 غرام سمن سايح ذايب، و125 غرام نتاع الزبده. انا درت هنا ماني، تحبوا ديروا صول تحبوا ديروا لابيل واش متوفر عندكم. نجيب هنا ليدام هذاك نتاعي ونحطو فوق الفارينه والسكر واللحظه هذيك ولا الحليب المجفف، قرصه نتاع الملح والفاني، ونبدا نبسس مليح في الفارينه نتاعي كما راكم تشوفوا. العجينه هذه شوفوا تجيكم بنينه، تجيكم هشيشه طريه، يجيكم النقاش نتاعكم يهبل، ما يطيح لكم في الفرن، ما يتبدل الشكل نتاعو، ما يتنفخ. ننصحكم بها بزاف سواء للمشاريع ولا يعني هكا ديري كونتيتي صغيره غير يعني ليك للدار. نبدا ندخل لي دام هذاك نتاعي مليح حتى نشوف باللي الفارينه نتاعي تبست كامل. هنا ماهيش راح تتعجن، راح تبقى هكا شويه مبركسه. نجيب صفار بيضة، نحط صفار بيضة في 500 غرام، ونجيب نجمع بماء الزهر. نتوما هنا ماء الزهر ما تفوتوش من 120 مليلتر حسب نوعيه الفارينه. انا درت فارينه نتاع سيم هزت لي 100 مليلتر حتى ل 110. هنا راني كيلت بهذا نتاع الكاس هذا تاع يعني اللي فيه المقادير، هزت لي 100 تقريبا فايته 110 مليلتر تاع ماء الزهر. حطيت صفار بيضه، شوفوا البيضه هذيك ولا الصفار عفوا تاع البيضه حللته ساعه شويه في ماء الزهر باش ما يتكتليش، ويعني ما ديرليش هذيك العجينه كتل، لاني العجينه نتاعي ما نحبش نعجنها، فقط نجمعها باطراف الاصابع. روحوا الماء الزهر هذاك غير بشويه. شوفوا راني نجمع فقط، ندخل في هذيك الكميه. انا بالضبط هزت لي 110 مليلتر كما راكم تشوفوا. هنا غير نجمعها.
بغير باطراف الاصابع وما ندلكوهاش. نتوما هنا تدي لكم من 100 مليلتر حتى ل 120 مليلتر حسب نوعيه الفارينه، اذا كانت تشرب ولا ما تشربش. هذه هي العجينه نتاعكم تحضروها ساعتين ولا ساعه ونص المهم قبل الاستعمال. شوفوا هنا راني نجمع فقط مانيش نعجن فيها. شوفوا كي تشكلوا هكا حربوش وتدوروه ما يتشقق لكمش، تكونوا تعطوها حقها نتاع حقها تاع ماء الزهر. وشفتوا انا ماء الزهر بواش خدمت بهذيك لا مارك تاع القصبه بزاف هايله، واللي تحب تزيد العطر نتاع ماء الزهر تزيد. هنا العجينه نتاعي غلفتها بجهه نخليها تريح ونروح للحشو. هنا عندي 500 غرام نتاع غرس تاع البطانه. سبق وشفتوني كيفاش نتعامل مع الغرس نتاع النقاش ولا نتاع التمر. شوفوا هنا فورته، مانيش موالفه نفور يعني الغرس، ولكن فورته باش نشوف هل يبقى لي طري ولا لا. خرجته في الرحايه نتاع الغرس، الرحايه تاع اللحم عفوا، ويعني رحيته مليح، نقيته نحيت له هذوك الريصان كامل، عجنته بشويه نتاع سمن، شويه نتاع قرفه ملعقه صغيره، ونبدا نعجنها بماء الزهر حتى تولي تتلاصق في يدي. الحشو نتاع النقاش كل ما كان طري هنايا، كل ما درتيه طري يتلاصق، كل ما جاتك يعني النتيجه نتاعو مليحه بعد الطياب ما ييبسش. اذا كان الحشو نتاع النقاش نتاعك يابس يعني شغل ما درتي والو. نبقى هنا نضيف في ماء الزهر تدريجيا حتى نتحصل على القوام اللي بغيتو. نشوفوا يلصق في يدي ولا يلصق في البول. نزيد ملعقه كبيره نتاع السمن ونعجنها كما راكم تشوفوا، نعجنها مليح. قلت لكم انا هنا فورتو، حبيت نشوف النتيجه نتاع التفوار كيفاه تجي بالطريقه هذه. هاوليكم الحشو نتاعي واجد. من المستحسن انه الحشو تخدموه في هذاك اليوم اللي راح تخدموا فيه النقاش. انا نهضر مع الاخوات اللي يخدموا طلبيات، الحشو ديما تاع المقروض ولا النقاش تخدميه في هذاك اليوم، باش يعني مش تخدميه وتحطيه واللي يبسلك. هذه هي. نجيب الميزان تاعي ونوزن الكريات نتاعي. العجينه هنايا درتها 30 غرام، ما ديروهاش اكثر من 30 غرام لانها راه يجي الحبه واش نقول لكم الله يبارك مع الحشو. اللي تحب الحشو العجينه كبيره ولا عفوا الحبه تاع النقاش كبيره دير 35 غرام. بديت نوزنهم كيما راكم تشوفوا. نتوما وزنوا كامل العجينه نتاعكم ولا كامل الحبات نتاعكم، غطيوهم مليح، ما لازمش يقيسهم الهواء. ونروح نوزن الحشو نتاعكم عندكم من 12 غرام حتى ل 15 غرام. انا درت 15 غرام، نحبو يكون محشي مليح. شوفوا هنا الحشو راني نسيت ما درتش فيه 2 ملاعق كبار نتاع الجلجلان، يكون محمص، الجلجلان الابيض يكون محمص. نتوما يعني اختياري. هنا وزنت شويه حبات ومن بعد وليت فقت رحت زدت له 2 ملاعق كبار نتاع الجلجلان يكون محمص، ما يكونش مرحي عفوا محمص فقط ويكون بارد. وتخلطوا هذه هي. ونبدا نوزن كامل الحبات باش تختصري على روحك. وزني العجين كامل وزني الحشو كامل باش كي تبداي تشكلي يعني تشكلي وانتي مرتاحه. والنقاش راهو يحكم اليد يا البنات، ما تقولوش راهو ساهل وراهو غير فارينه وسمن وشويه غرس. شوفوا والله 30 حبه غير قعدت معاهم يوم كامل تقريبا، يعني نصف يوم، سورتو اذا كان يعني تتقري النقشه هذيك نتاعك وتخدمي كيما نقولوا تحبي الحبات كامل على نفس القيس وعلى حبه. نجي هنا لطريقه التشكيل. قلت لكم العجينه نتاعكم خليوها ساعه ونص ولا ساعتين تريح وبداو خدموا بها. جيبوا ساشي ولا بابي فيلم وحلوا العجينه بالطريقه هذه. لازم تحلوها لانها مبسه بزاف، يعني راح تلصق لكم في الحلال وراح تعذبكم شويه. فمن المستحسن انكم ديروا الطريقه هذه. شوفوا معايا، نحط بابي فيلم هكا. درك نعاود معاكم حبه باش تفهموا مليح. انا هنا مانيش راح نديرو الشكل الدائري. الشكل الدائري راني درتو معاكم من قبل في القناه، راح نخلي لكم الرابط نتاعو في صندوق الوصف. هنا حبيت نديرو الشكل تاع قرن هكا. شوفوا نجيب كريه نتاع العجين، بابي فيلم راني درت له يعني خليته على سطح العمل، نديرها شويه هكا طوليا ونحلها بين بابي فيلم من الفوق ومن التحت هكا باش ما تلصقليش. ما تحلوهاش بزاف رقيقه، خلاص شويه برك عطيو لها شكل هكا طولي، شغل رانا نديرو الكعكات. ومن بعد نبدا نمشي نخرج منها الهواء ونضغط في الجوانب. شوف العجينه راهي مليحه هايله، يعني اضغطوا مليح على الجنب هذاك التحتاني، اغلقوه ونبدا نشكل. نخليها شوي بومبي في المنتصف ونرققها
نرققها في الجوانب. حاولوا تغلفوا الغرس هذاك نتاعكم مليح، يعني ما تخليوش الغرس ولا الحشو يبان باش ما يتحرق لكمش في الطياب. نعاود هنا حبه قدامكم، قلت لكم نحلها بين ساشي ولا بابي فيلم، نعطيها الشكل طولي، ما نحلوهاش بزاف حتى يعني كيما نقولوا كيما نحلو الكعكات حتى يبان سطح العامل، لا نحي الساشي، نشكل بوده بالحشو نتاعي اللي يكون طري مليح، ونبدا نغلق، ندور نخرج الهواء ونغلق على الجوانب كيما راكم تشوفوا. الجهه اللي غلقت عليها من تحت نعاود نسكرها كيما تشوفوا، نسكر على الحشو مليح على الجوانب، نغلق الجهه اللي من تحت مليح، نقرصها ونعطيها الشكل نتاع شغل راني راح نخدم تشارك المسكر ولا تشارك العريان، ونشكلها قرن كيما راكم تشوفوا، ونحطها نخدم كونتيتي، نخدم 10 كيما تشوفوا هكا، ومن بعد نروح ننقشهم. مش تخدمي بالحبه ولكا راح تدي الوقت بزاف على روحك. ونغطيهم كل ما خدمت كونتيتي نغطيها كيما راكم تشوفوا. اذا ضربها الهواء راهي تتشقق لكم وما تنجحش معاكم هذيك النقشه. نجي هنا كل ما نهز حبه نعاود نغلف. جيبوا الكوبات نتاعكم يعني راح تساعدكم هكا، خير ما تنقشوا بيديكم. ونجيب شويه فارينه ديما نحطها قدامي، سواء راح ننقش مقروض الكوشه ولا ننقش يعني هذا الكاطو تاع النقاش، ديما الفارينه قدامي باش نغطس فيها هذاك النقاش. هنايا قلت لكم النقش راهو صعيب، سورتو اللي ما تعرفلوش خلاص ولا اول مره راح تنقش. شوفوا حبيباتي، شوفي ما تقرصيش العجين وتجبدي، يعني قرصه خفيفه فقط. العجينه راهي مبسه وراهي كما نقولوا ريحت ديجا، رانا شكلناها وخليناها تريح، راح تنقش معاكم فاسيلمون. ما تجبديش هذيك العجينه نتاعك، لانك اذا جبدتيها غير القرصه هذيك تجبديها طير معاها العجينه. شوفوا نبداو من التحت حتى الفوق بالطريقه هذه. قلت لكم الكوبات راح يساعدكم بزاف، يعني تدوري الحبه نتاعك كيما تحبي، مش كيما تنقشي في يدك. راح تبقاي انت تحركي في الحبه وتبقاي يعني تديرونجي اول حاجه وتروح لك لافورم. درت الجهه الاولى ومن بعد نعاود بنفس الطريقه. هاي ليكم كي نشوف النقاش نتاعي راح يقطع لي العجينه نغطسو في الفارينه كما راكم تشوفوا. هاي ليكم طريقه بزاف سهله. ندير حبه عند اختها ولا قرصه عند اختها، نتبع برك حتى نكمل للاخير. هاي ليكم كما راكم تشوفوا. وكي نكمل نحاول نسويها شويه هكا بيدي، يعني نعاود نريق لها الشكل. اكيد مع النقش راح يعني تبدل تتحرك شويه كيما نقولوا. واللي تحب ديرها حبه نتاع كعكات تخدمها حبه نتاع كعكات عادي. نروح هنا نشوف يعني بلاصه بالك ما قرصتهاش مليح، بالك فهمتوا يعني انت هنايا كل حبه راح تبقاي كيما نقولوا تعطيها حقها، ماوش انقش 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 وفوت. يعني النقاش يحب تقريبا يكون شويه متقون، فهمتوني. هذه الحبه الاولى نكون وجدت البلاطو نتاعي، نحط فيه ندير بلاطو هكا ولا ندير عليه هذاك الطابي تاع السيليكون. درك نقول لكم ملاحظه مهمه، نجي نعاود ننقش الحبه الثانيه، نحط الحبه تاعي فوق الكوبات هذا تاع يعني نيلون ولا حديد ولا المهم اي حاجه تساعدك تنقشي بها. ديما النقاش تاعي نغطسو في الفارينه ونبدا نتبع كما راكم تشوفوا، يعني الصوره راهي واضحه. هاي ليكم شوفوا قلت لكم ما تجبدوش، يعني ابقاي تقرصي فرات، تقرصي شويه وحلي النقاش تاعك. كي تشوفي العجينه نتاعك بدات راح تلصق في النقاش غطسيه في الفارينه. قلت لكم كي تنقشوا الحبات نتاعكم ما تحطوهاش فوق ورق المطبخ، حذاري. وعلاه ورق المطبخ سواء الكعكات سواء العرايش سواء اي حلوه تقليديه تكون مبسه ما تحطيهاش غاليتي فوق ورق المطبخ، لانها راح تنقص لك من التبساس نتاع هذيك العجينه، راح تنقص لك من الليدام. والعجينه اذا نقصتي لها يعني طلقت هذاك الليدام نتاعها ماهيش راح تجيك مبسه كيما تحبي. كما راكم تشوفوا ننقش الجهه الاولى ومن بعد نروح نتبع كل وحده نعاود نقرصها حدا اختها. هاي لكم بالطريقه هذه يعني نحاول نسويها شويه هكا. كي نشوف بلاصه ماهيش يعني مقروصه مليح نعاود لها. وحتى كي نهز الحبه نحاول اني ما نقيسش النقشه من الفوق، يعني نحاول شوي نهزها من التحت باش لانه العجينه تكون شويه طريه. اي حاجه يعني غلطه راح تفزت لي النقشه من الفوق. هاي لكم الطريقه واضحه. راح نزيد نعاود الحبه قدامكم.
باش يكون يعني الفيديو واضح. اي وحده مبتدئه يعني لازم تجرب، لازم مره وزوج وثلاثه، ما كانش يعني اللي زادت متعلمه ولا اللي ما كان بزاف اللي يحبوه وما يعرفوش كيما نقولوا يهابوه ولا يهابوا النقشه هذه تاعو. فلا لا، لازم مره وزوج وثلاثه تتعلمي كامل. يعني بدينا فزدنا الحبات كيما نقولوا خسرنا المقادير. هذه هي. راح نزيد هنا حبه قدامكم، تحطوهم تحبوا تخليوهم ساعه هكا كي ينشفوا بعد ما تنقشوهم، ومن بعد طيبوهم. الطياب نتاعو راهو ما يفوتش 20-25 دقيقه فقط. يعني اذا فوتي له الطياب راهو راح ينشف لك، راح يعني الحشو هذاك يبسل داخل. فحاولي تحطيه وتقعدي كيما نقولوا عند راسو، ماوش تحطيه وتروحي تخليه. هاي ليكم شوفوا هنايا. قلت لكم تشعلوا له الفرن على 160-170 درجه، ما تفوتيش، ما تقويلوش للنار، لانه بالخف كيما نقولوا اذا لفحتوا لك النار في بالخف راح يتحرق لك، خاصه الجوانب، لانه شكل هكا نتاع القرن شويه الجوانب هذوك نتاعكم اذا ما عسيتوهمش راح يتحرقوا. نجيب البلاطو تاعي حطيت فيه طبي هذا تاع السيليكون هكا، نضمن باللي العجينه تاعي ماهيش راح تطلق لي ليدام. ونكمل ندير بالعشرة كيما راكم تشوفوا. انا مازلت نخدم اون راني حلواجيه نخدم بالعشرة وننقش. النقاش صعيب بزاف، حتى كي تلقاي الثمن نتاعو يعني غالي راهو على جال القعده هذه. والله غير يعني كتاف كيطيحوا من الكاطو تاع النقاش. يعني والله يعطيهم الصحه البنات اللي يخدموه. كيما راكم تشوفوا هنا نورمالمون قيست لكم الحبه تكون 6 سنتيم هكا، ما تفوتش 6 سنتيم، ما تجي كبيره بزاف ما تجي صغيره هكا. نخدم بالعشر حبات ونبدا ننقشهم. نبدا من الحبه الاولى اللي بديت عليها تكون يعني روبوزات شويه وتساعدني في النقش. كيما راكم تشوفوا هنا الكيلو داك تاع الفارينه راهو قدامي، نغطس فيه النقاش تاعي ونبدا ننقش. نبدا على الجهه الاولى كيما راكم تشوفوا، راهي سهله العجينه. شوفوا تصلح لكم باذن الله من اول تجربه. اللي تحب تخدم بالعجينه التقليديه راح نخلي لكم الرابط نتاع الوصفه في صندوق الوصف، تلقاوها بكامل التفاصيل. هذه الوصفه شغل وصفه اكسبريس، وكاين الوصفه التقليديه تقدري تخليها تبات. قلت لكم هذا النقاش تاع اليوم مش شرط تخليه يبات، خليه ساعه ولا ساعه ونص برك يريح هكا، غير تنشف هذيك النقشه ودخلوه يطيب باذن الله. يجيكم كامل على حبه، ما يطيح، ما تهبط له هذيك النقشه. ان شاء الله تجربوه، تبعثوا لي تطبيقاتكم في الانستغرام ونحطها باذن الله. والله ديما نفرح بتطبيقاتكم. هذه هي. انا نكمل ننقش كامل الحبات نتاعي. قلت لكم الكميه هذه تخرج لكم من 30 حتى ل 32 حبه بالضبط. يعني تخرج لكم 500 غرام تاع الفارينه، والرطل ولا تقريبا 400 غرام 450 غرام تاع غرس، يخرج لكم كيلو نتاع النقاش. كيلو هاي كيلو نتاع النقاش 30 حتى ل 32 حبه. انا هنا كملت طيبته كيما راكم تشوفوا. هنا راني ديجا والله ما قدرت نصبر، يعني كليت الناس اللي تعشق النقاش يعني مش راح نقول لكم ما نصبروش عليه كامل. هنا حليت حبه قدامكم تشوفوا الحشو كيفاش طري. الحشو تاعكم خليوه طري لو ماكسيموم، قد ما درتيه يتلاصق في يدك، قد ما جاك في الوصفه نتاعك هايل. هنا الرشه نتاع السكر جلاس انا بالنسبه ليا ضروريه في الكاطو تاع النقاش، يعني نحبها بزاف. قلت لكم ما تفوتولوش طياب، انا نحبو شويه هكا احمر يعني، بصح نتوما ما تفوتولوش طياب هكا باش ما يتحرقوا لكمش القرون هذوك نتاع النقاش تاعكم. نجيب هنا شويه سكر جلاس وندير رشه خفيفه من الفوق. انا النقاش نحبه بالرشه نتاع سكر جلاس كيما كان، سواء هذا سواء الدائري، نموت على الرشه تاع سكر جلاس تجيني لمسه خاصه في الكاطو تاع النقاش. هذه هي. كملت طيبته درك تشوفوه في شكله النهائي. اللي تخدم لي كوموند هاي راح تحطوا في لي بواط اكيد. وصلنا غالياتي لنهايه الفيديو. قولوا لي واش رايكم في الوصفه، واش تقترحوا عليا في الفيديوهات الجايه نصور معاكم، سواء صاحبه المشاريع ولا ربة البيوت. ما تنساوش تخليوا لي تعليق شباب كيما نتوما تفرحوني به.
ما بقى لي غير نقول لكم دمتم في امان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.